السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي افضل حال. وصفتنا النهاردة وصفة مختلفة، مش هنطبخ فيها حاجة ولكن هنعمل النهاردة حاجة. معلقة واحدة بس منها لو ضفتيها لأي طبخة انت بتطبخيها هتنقلك الأكلة بتاعتك في حتة تانية خالص. الأكل نفس، والنفس ده يعني إضافات كده وتكات خفيفة احنا بنحطها في الأكل محدش يعرفها، بتخلي اكلنا احنا مميز وبيبقى طعمه في حتة تانية خالص غير اي حد بتاكلي عنده. اكلك هتميزيه بحاجات بسيطة احنا بنعملها مع بعض. هنعمل مع بعض النهاردة الصلصة الحارة، او صلصة الفلفل، او الهريسة، او الشطة اللي بنستخدمها في الاكل. انا مش بستخدم شطة حمراء في الاكل، انا بستخدم دايما صلصة الفلفل او الهريسة زي ما بيسموها في بلاد المغرب وكده، الهريسة. ولكن انا هعملها النهارده بطريقتي، طريقه جميله جدا هتخلي طعمها حلو قوي. فعلا معلقه منها هتكون اضافه مميزه لكل وجباتك وكل اطباقك. تعالي اتعلمي معايا النهارده ازاي عملتها بكل سهوله وبساطه. انا بجيب معايا هنا كيلو من الفلفل البارد الرومي العادي، سواء الفلفل بقى الالوان او الفلفل الرومي الاحمر اللي هو بيبقى بارد عادي. ومعايا نص كيلو بس من الشطه الحمراء. بجيبها وبنضف الفلفل معايا بالشكل ده كده. بتخلص من الجزء الابيض اللي موجود جوه الفلفل، وبتخلص من البذور اللي موجوده جواه عشان تبقى الشطه بتاعتي طعمها. انا مش عايزه حاجه حاره تحرق اللسان وبس، انا عايزه طعم حلو في الاكله، وطعم الحراره بتاعته اللي هو بيحسسكوا ان الاكل سبايسي بس من غير ما يولع في البق. انتوا عارفين الاحساس ده معادله بجد صعبه، هنحققها مع بعض النهارده بتكات بسيطة جدا. هنعملها النهاردة في الهريسة بتاعتنا او في هريسة الشطة بتاعتنا، وهتعرفوا اسرارها كلها معايا. هتعمليها باحلى باسهل وانجح طريقة. اهم حاجة النهاردة ان انت تلبسي جلافزات، دي اهم حاجة عندي في الوصفة النهاردة. اهم حاجة لو مفيش عندك جلافزات انصحك ما تعمليش الوصفة دي عشان هتدي عليا بجد. الفلفل ده بيبقى حر جدا، مش عايزه اقول لكم. انا لو بس نسيت ولمست بالجلافز كده حته من وشي او من جلدي بتتحرق، بتقعد طول النهار تحرقني. فاهم حاجه تلبسي جلافزات وتنضفي الفلفل بالشكل اللي انا قلتلك عليه ده. هنشيل طبعا القمع اللي فوق ده ونشيل الجزء الابيض. انا كنت الاول بشيل بالسكينه ودلوقتي بشيل بايدي، لقيت الموضوع اسهل بالايد. وبعد كده بقى بننضف كمية الفلفل بتاعتنا كلها، الفلفل الرومي البارد والفلفل الحامي. انا استخدمت كيلو بارد ونص كيلو بس من الفلفل الحامي. غسلته كويس، نضفته، قطعته زي ما انتوا شفتوا بالشكل ده كده، وحطيته في حلة. وبعد كده هبدأ اضيف له بقى ايه، 3 أو 4 فصوص كبار كده من التوم. بوريكم شكل ايديا واللون اللي بقى في ايديا. دي شطة حارة جدا يا جماعة، شايفين لونها في الايد عامل ازاي؟ الجلافزات بقى لونها متغير. بعد كده ضفت معلقة من الملح مع 4 فصوص كده من الثوم وكده، والفلفل بتاعنا. وهي دي كل حاجة احنا هنحطها على الفلفل وهنرفعه على نار هادية. معلقة الملح اللي في الاول دي هتخلي الفلفل معانا ينزل ميته زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اهم حاجة نار هادية خالص خالص علشان الفلفل يبدأ ينزل معايا المية بتاعته الطبيعية منه فيه بالشكل ده كده. نزل حوالي معلقتين 3 كده من المية. هقلبهم في بعض لان لقيت الفلفل بتاعي برضو لسه القشرة بتاعته مستوتش، ولسه الفلفلاية شادة نفسها كده، انا عايزاه يسوي نفسه بنفسه. والثوم اللي احنا حطيناه هيغطي على ريحة الفلفل المسلوق كده، بيبقى له ريحة مش لطيفة. فلما بنحط الثوم هيديني طعم حلو قوي في الصلصة بتاعتي، وفي نفس الوقت هيشيلك الريحة اللي هي مش محبوبة اللي انتي بتحسي بيها لما بتسلقي فلفل او بتحطي فلفل على النار. 10 دقايق كمان كان الفلفل بتاعي استوى تماما. ضربته في الخلاط كويس وبعد كده نزلت بيه. مش مستاهله ان انا اصفيه لان خلاص القشر بيكون استوى كويس جدا وتقريبا دايب معايا كويس، فمش مستاهل ان انا اصفيه. بسيبها بخيرها كده، ولونها وشكلها جميل جدا جدا. برجعها تاني على النار، برضو النار بتاعتي هادية شمعة خالص. وفي المرحلة دي ببدأ اضيف بقى كده معلقتين 3 كبار كده من الزيت، ربع كوباية زيت. يعني بصي مش محددة بمعايير معينة. وكمان معلقة كمان تانية صغيرة كده من الملح علشان اسوي بقى الصلصة بتاعتي بالزيت وبالملح عشان تكون جاهزة في اضافتها بقى للاكل بتاعي، تكون مظبوطة بالشكل ده كده.
ابدأ بقى ارجع اسوي تاني الصلصة بتاعتي شوية على النار، يعني هتاخد لها في حدود برضو 10 دقايق كمان في التسوية، لحد لما الزيت اللي انا حطيته وقلبته يطلع معايا تاني على الوش وتلمع معايا الصلصة. كل ما بتسوي الصلصة بتاعتك اكتر طبعا بتضمني عمرها يطول معاكي في التلاجة طبعا اكتر، طعمها بيكون احلى وبيكون مركز اكتر، واللون كمان بيكون اقوى، وطبعا بتبقى حاجة تانية يعني. فرجعت اسويها تاني واقلبها من وقت للتاني كده شوية علشان ما تلزقش معايا بالشكل ده. اخر حاجة هنضيفها بقى معايا وهي معلقتين كبار من البابريكا الحلوة. دي بابريكا حلوة، والبابريكا الحلوة احنا كلنا عارفين ان هي عبارة اصلا عن فلفل حلو احمر متجفف ومطحون، فدي هتعزز معايا النكهة وتديني طعم فلفل اقوى، وكمان هتقل معايا الصوص بتاعي. يعني لو في لسه نقطتين 3 كده مية، وانا مش عايزة يبقى فيه اي مية خالص او اي سوائل خالص، هي هتمتصهم وهتديني طعم حلو، هتقل معايا الصوص وهتديني نكهة فلفل عالية في الصلصة بتاعتي. بقلبهم تقلبتين كده مع بعض، وبرضو بسيبهم دقيقتين 3، وشايفين قوامها عامل ازاي وهي لسه سخنة على النار. فما بالكم بقى لما بتبرد القوام ده بيتقل اكتر، طعم الفلفل بيبقى قوي معايا جدا، طعمها بيبقى حلو قوي قوي قوي. انا عايزه اقول لكم ان انا يعني بصوا بعتمد عليها في كل اكلاتي، ولو مفيش عندي صوص او عايزه اضيف صوصات للسندوتشات بستخدمها كمان كصوص للسندوتشات لو انتوا بتحبوا الاكل سبايسي. انا عن نفسي ما بقدرش اكل الاكل لو ما كانش سبايسي. خلاص كده خلصت وهي لسه سخنة، بجيب في برطمان نضيف متعقم، يعني انا حاطه في ميه سخنة ومنشفاه كويس جدا، وبعد كده بفرغ فيه الصلصة بتاعتي وهي لسه سخنة علشان اضمن التعقيم، واضمن ان حرارة الصلصة وهي نازلة كمان هتعقم معايا البرطمان بتاعي. هنزل بكمية الصلصة بتاعتي كلها كده في البرطمان. الكيلو ونص فلفل ما كملش معايا برطمان كيلو، يعني ما شاء الله اتركزت جدا. بحط على الوش شوية من الزيت وبغطي عليها بالغطا بتاعها، بسيبها لما تديني تكة الأمان عشان طبعا سخنة. بعد ما بتبرد خالص بدخلها التلاجة، بتقعد معايا شهور ما بيجرالهاش اي حاجة. حرارة الفلفل مع الملح حافظالي الصلصة بتاعتي، وبكده تكون هريسة الشطة او صلصة الفلفل الحار تكون جاهزة معانا لكل وصفاتكم. تكون الوصفة عجبتكم، واتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. استنوني.